بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، في حالكم اليوم؟ أفضل عطر ممكن تستخدمه في الصيف، في جو الحرارة، في جو الضغط. بما أن الأسئلة الفترة الأخيرة متكررة بك شنو أفضل عطر صيفي يا فرنسي، شنو أفضل عطر؟ هو مفيش أفضل عطر، هو الموضوع معتمد على الذوق وشنو اللي يمشي مع البشرة متاعك ومع الحركة متاعك ومع عملك ولبسك، مش ما شرحنا من قبل. لكن تقدر تقول في عطر يمشي مع كل المواصفات هنا، اللي هو طبعا المسك الأبيض. المسك الأبيض آه ميزة المسك الأبيض بصدق يعني، هذا درته الروحي مستعمله في الصيف، الحق طول الصيف. المسك الأبيض ما يخنقكش، ما يغمش عليك، انتعاش طول الوقت. جديت في العطور اللي فين انتعاش، فين شعور سمح دابا ما تطلع تقد فرحان كي بحاجة سمحة، وعلى طول شنو أفنى، وعلى طول يفوح عليك كل شوي تقد تشم فيه كل ما تتحرك كل ما نيم. وفي ميزة أنه لو حتى بخيت على الجسم، طبعا هو ما يأثرش بكل على الجسم ولا اللي عنده حساسية ولا كل ما يسخن جسمك كل ما يفوح أكثر، تقدر تشم فيه من هناك تقدر يعني. حاجة أخرى ان مع الحمو ما يكمكمش، ما يديرش تاثير في العطور. مع الحمو يدير تفاعل هيك يقدر ريحته مش سمحه، لكن هذا بالعكس يزيدك اخرى، يتفاعل مع المسامات بتاعتك ويقعد في ريحه تكثر اكثر، تفوح اكثر. خاطي هيك شنو الميزه المسك الابيض، انه تقدر تستخدمه مع عطرك الخاص. لو عندك عطر مفضل بك سواء في الشتاء سواء في الصيف، تستخدم اللي كقاعده عطريه، لان المسك الابيض من اقوى المثبتات العطريه، فتستعمله في الدبش او في الجسم، وبعدين تستعمل عطرك الخاص. نفترض ان عطرك ضماست ولا سوفاج ولا اي حاجه، تبخها فوقها، يزيد العطر يثبت اخرى ويعطي تفاعل. والمسك الابيض يخش في اي عطر. ومش ضروري تستعمل المسك الابيض خالص بروحه، كي انا مفضله بروحه منع شوكي، بس برضو تقدر تستعمل في اللي يحبها بالبودة، في بالرمان، في بالصدفة، في بالزهري، باللافندر، اي حسب كل حد ما يحب حاجة معينة. والحق كلهن اللي عندنا مش مشكورات وعليهم سحب كبير بكي. حاجة للصيف وما تقيدش، ننصحك بالمسك الابيض. السلام عليكم.